السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم اليوم بتمرين جديد من سلسلة فنون الدفاع عن النفس. اليوم رح نعمل لكم 3 حركات كيف نخلص حالنا لو حدا اجى يضربنا او يمسكنا ويوقعنا على الارض. تمام، رح يكون معنا كمان عبد الله يشاركنا بالفيديو. تابعوا معنا التمرين للاخير، لا تنسوا الاشتراك بالقناة، فعلوا زر الجرس وشيروا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد من الناس، وخليكم معنا دائما لانه عم ننزل حلقات متتاليه. اوكي، يلا رح نبدا التمرين. اول حركه معنا لليوم بهالشكل. لو حدا مسكنا من قدام، طبعا معرضين دائما للمسكات مثل هاي. اجيب ايدي اليسار مع ايده اللي ماسكني من نفس الجهه، امسك المعصم لحد ما هو ماسكني، الوي له ايده والحقه بالضغط على من تحت الكوع بهالشكل. تمام، انا هون واحد حطيت ايدي اليسار، مسكت الايد، مع لفة الايد اجيب ايدي على طول وادفش الكوع لفوق. تمام، امسك الايد الفها، مع لفة الايد ادف بالايد الثانية في الكوع هون للاعلى. اوكي، عشان اخلص من المسكة اللي ماسكني اياها. تمام، هي اول حركة معنا لليوم. هلا الحركة الثانية معنا، لو مسكنا بهالشكل راح بعد ايده بهالشكل. طبعا ممكن ما يبعد، ممكن يكون ماسكني بقوه، ابعد ما يبعد، فبدي اضطر اعمل بهالحركه هي وامسكه واشوفه على الارض. بدي اكون سريع لحتى احسن انفذ الحركه هاي. مثل ما حكيت، ما بينفع اعمل تمرين وانا بطيء، لازم اصد والحق بالحركه الثانيه بسرعه. هاي الحركه الثانيه كانت معنا. هلا اجي دور الحركه الثالثه. تابعوا معنا. واقف هون، انمسكت بهالشكل، انا بدي امسك ايده لحد ما هو ماسكني. بدي امسك ايده ومع رجوعي بنزل ايده لتحت عشان ينزل معي. مرة تانية مسك هون، مسكت ايده بايدي التنتين، واحد، وعلى النزلة هاي بده يفلت لانه انا ضغط له على ايده. هيك بنكون عملنا 3 حركات لليوم. دفاع عن النفس، من سلسلة الدفاع عن النفس اللي حكينا عليها. تمام، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، فعلوا زر الجرس وشيروا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد من الناس. انتظرونا بحلقة جديدة من سلسلة الدفاع عن النفس. لا تنسوا اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس، جدا ضروري لحتى يبين عليكم الفيديوهات اللي عم ننزلها. تمام، وشيروا الفيديو كمان، جدا مهم لحتى تنتشر بسرعة أكبر من هيك ويوصل لكل الناس. السلام عليكم.